في سنة من السنوات حصل مسعود على منحة دراسية وسافر إلى ألمانيا. وصل مسعود مطار فرانكفورت طبعا بعد ما ابتسمت له مضيفات الطائرة، وكان سعيد ومبتسم ونشيط. كمان ابتسموا له موظفي المطار، فازداد مسعود فرحا وحيوية. وأول ما لقي شبكة نت غرد مسعود من حسابه: لقد وجدت إسلاما بلا مسلمين. وبعد أول شهر قضاه في ألمانيا بدأ مسعود ينتقد حياة أهله اللي كان إلى قبل شهر عايش بينهم. يقول لأمه وأخته: ثوري فأنت ثورة ولست عورة. ويقول لأبوه: انفتحوا على الحياة، ليش طوال حياتكم عايشين في هذا التخلف، في هذا التقوقع الثقافي؟ وبدأ مسعود من حسابه اللي يشوفه منبر الوعي والإرشاد يستحقر مجتمعه وثقافته ويهاجم كل العادات والتقاليد فيه، حتى الحسنة منها يحاول يظهر أنه يشمئز منها، ويهاجم الدين ويحمله كل كوارث مجتمعاتنا، مع أنه مش عارف من الدين إلا أنه يطفوا الأغاني وقت الأذان. واستغل منبره الفيسبوكي بقوة ليقول للناس: تغيروا، ارجعوا زي عندنا في أوروبا، وأنت حر ما لم تضر. ومن هذا الكلام اللي يظهر صاحبه أنه حافظ مش فاهم. المهم ما هي إلا فترة بسيطة حتى بدأ مسعود يدخل أزمة فكرية ونفسية، لأنه أحس حقيقة جهله بنفسه. فبدأت تخرج عليها الأسئلة الوجودية زي: من أنا؟ ليش أنا هنا؟ كيف جيت؟ وغيرها، حتى رجع شخص مجهول، لا هو عربي ولا غربي، لا مسلم ولا ملحد، حاجة مجهولة، زي الغراب اللي عجبته مشية الحمامة فحاول يقلدها فبقيت مشيته لا حمامة ولا غراب، حاجة زي الخراب. للأسف هناك فئة من بلداننا بهذه العقلية، بمجرد أنه يخرج من بلده ينسلخ من جلده ويتناسى كل شيء جميل في بلده، وعندما يدخل إلى المجتمع الغربي لا يدخل بشخصية الناقد حتى يعرف أيش اللي يأخذ وأيش اللي يترك. يظن أنه حتى يندمج مع هذا المجتمع لازم يكون مثلهم بالضبط، يلبس زيهم، يأكل زيهم، يفكر مثلهم، وفي النهاية يحصل له نفس اللي حصل للغراب. في 3 نقاط مهم نفهمها. أولا، التغيير الفكري والنفسي يحتاج أن يطبخ على نار هادئة عشان ينضج، يحتاج جهد معرفي وفكري جبار. المسألة مش صح خطأ، أبيض أسود، أنت مش كمبيوتر بضغطة تصير تتغير. الناحية الثانية، لما تجلد ذاتك وتسخر من ماضيك وثقافتك أنت بتسخر من نفسك، واللي تحتاجه فعلا عشان تتغير للأفضل هو أنك تتصالح مع ماضيك كيفما كان، وأن تحب نفسك كما هي عليه بقبحها وجمالها. ولا قل لي بالله عليك كيف ستغير نفسا للأفضل وأنت لا تحبها، تشتمها وتلعنها؟ كيف؟ الناحية الثالثة، لازم نعرف أن الفوارق الثقافية بين المجتمعات شيء مهم ورئيسي لأي مجتمع، ومن المستحيل أن تمحى للأبد. فلازم تشوف الفارق الحضاري للمجتمع الغربي بعيون الناقد المنصف، وحاول توظف هذه الإمكانات لصقل وتطوير شخصيتك، وحبة حبة يا أبو الشباب على نفسك وعلى مجتمعك. ولنا نماذج جميلة في هذا المضمار. عندك الجزائري مالك بن نبي، سافر في مرحلة شبابه إلى فرنسا وتعلم هناك وتزوج فرنسية وكتب معظم مؤلفاته باللغة الفرنسية، ومع ذلك لم ينسلخ عن مجتمعه. أي نعم، كتب عن أهمية تنقية الثقافة وتجديدها، لكنه في المقابل كان يسمي الأفكار التي تأتي من خارج محيطنا الثقافي بالأفكار القاتلة، لا تناسب مجتمعاتنا، تزيد من مرض المجتمع. وعندما تحدث عن كيفية الاستفادة من الحضارة الغربية قال أن العلاقة بالغرب لا يجب أن تكون عن طريق المقاطعة ولا عن طريق الذوبان في الغرب، وأن نشق طريق يضمن لنا علاقة سليمة مع حضارتهم ونتعلم منها ما يفيدنا في نهوض بلداننا. لذلك كان يقول أن الفرق بين الياباني والعربي عندما يدخل أوروبا أن الياباني يذهب إلى هناك بعقلية الطالب المتعلم، بينما العربي يذهب بعقلية المستهلك الذي يريد استهلاك المنتجات الغربية. أخيرا، أبوك وأمك لن يغيروا من قناعات وأسلوب حياة اعتادوا عليه سنين طويلة بمجرد 10 كلمات يظهر فيها تعالي واستخفاف كبير منك. وكذلك مجتمعك يجب أن تحبه وتتقبله كما هو عليه أولا، وتتفهم الحالة التي أوصلته إلى ما هو عليه. وإذا أردت أن تنصح وتنتقد كن لبقا يا أخي في مصطلحاتك وكلماتك، لأنه لا يمكن لك أن تصلح إنسان ومجتمع تسبه وتحتقره. واستشعر قول الله لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. السلام عليكم.